تعتقد في ظهور السيدة مريم. لم نعبدها ولكنها هي وسيلة بتوصلنا لربنا. الله مش محتاجين وسيلة توصلنا ليه؟ احنا مش محتاجين وسيلة توصلنا ليه؟ دي شفاعتها مطلوبة. هو بيقول لك لا نحتاج إلى وسيط بيننا وبين الله. هو مش محتاج بقى، هو حر. الكتاب بيقول كده. هو مش محتاج. الكتاب بيسمي الله أبونا. طيب والابن عمره ما بيحتاج أنت مش محتاج، احنا محتاجين لها. طيب قديسة وعلى عيننا وعلى راسنا وبناخدها قدوة لينا، لكن ما تتعبتش، ما تتحطش جنب الله. ما يقولولهاش في الكنيسة نسبحك، بتتقال الكلام ده في صلوات الأجبية في الكنيسة القدسية، نسبحك. نحن لا نؤله العذراء. طب الحب إلى حد التأليه لا مش خطأ. كان يبقى أولى أن الكنيسة الكاثوليكية هي تبقى كنيسة كافرة، لأن الكنيسة الكاثوليكية أخذت العذراء إلى مكانة سووها بربنا. بيصلوا يقولوا اياتها العذراء الطاهره اسبلي ظلك السريع المعونه على عبدك. معونه. واحد يقف قدام الصوره بتاعتها يقول لها اسبلي ظلك السريع المعونه على عبدك. اذا كنت انت ضد تقديس السيده مريم العذراء الى حد العباده زي ما بيصل بالبعض، بس انا كمان ضد الاستخفاف بيها وبقيمتها. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى في الاسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بانها سيده نساء العالمين. اي كلمه قلتها من اول الحلقه فيها استخفاف يا استاذ وائل. حتى القران الكريم ده بيقول الله اصطفاها. الصوره الوحيده التي تحمل اسم امراه هي صوره السيده مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بانها سيده نساء العالمين. لا الا يعطيها ذلك. سيبه يتكلم. معلش نقول حاجه. القران لما كان بيجي يتكلم عن اي شخصيه بيقول لك فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، الا عيسى سماه عيسى ابن مريم. يعني كان مثلا يقول لك عبد الله ابن فلان، او الاسلام يقول عبد الله ابن فلان. الا استشهد بالانجيل اللي جنبك بتامن بيها. خلينا بس تعالى كده شوف، يقول لك الله اصطفاها وطهرها على نساء العالمين. الا يعطيها هذا مكانه خاصه، بمعنى انه هي مكانه خاصه لا يجب ان تقترب من التأليه والعباده، لان نحن نعبد الله سبحانه وتعالى فقط. لكن الا يعطيها ذلك مكانه خاصه، وانه ممكن البعض يحس في كلامك نوع من التقليل من شأن السيدة مريم. ده بينفي. طب انا بسيبني اتكلم يا عم دقيقه، هو بيوجه لنا الكلام. بص سعادتك، من اول الحلقه لغايه دلوقتي مفيش كلمه استخفاف واحده بالعذراء. الحكايه كلها ان القديسين في الكتاب محدد العلاقه بيننا وبينهم، محدد قال انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بمن، يعني خليهم قدوه ليكم بس. ما قالش تشفعوا بيهم، ما قالش اسجدوا لهم، ما قالش بخروا لهم، طيب قدوه ليكم طيب بس. يبقى اذا قسطس نقتضي بالسيده مريم العذراء في الطهاره
في الخشوع، بالظبط، في النقاء، بالظبط، في العبادة. لكن ما حاجتنا إلى الأساطير؟ ما حاجتنا إلى أننا نحاول أن احنا يعني نركز على هذه الأضواء المتعلقة بالجدل حول ظهرت أم لم تظهر؟ الكنيسة مش محتاجة للأساطير، لأن الكنيسة مؤسسة من زمان على صخرة المسيح الإيمان، لم تحتاج لأساطير ولم تحتاج لقصص، وما احتاجناش لظهورات ولا حاجة. لكن النهارده العذراء جت تزورنا نقول لها لا ما تجيش، ولما تيجي العذراء تزورنا نقول لها لا، ده في ناس بيقولوا عليك الست وحشه ما تجيش تزورينا. لا حضرتك بقى ايه سبب الظهور بحسب راي الكتاب؟ ايه سبب الظهور؟ الشيطان. بس لا ما تقاطعنيش. في سفر التثنيه، وانا كل فكره بقولها بقول الشاهد، والحلقه في ايد كل الناس وفي ايد كل الناس كتب يراجعوني، ولو حد قال لي في شاهد انت قلته غلط او مش كتاب ما بيقولش كده انا هقطع الكتب بتاعتي دي واحرقها. لا ده ربنا لا يولع فيها، مش هتلاقيش. طيب ما حدش بيحرق الكتب، خلي بالك. اقول لحضرتك بقى ايه سبب الكتب ده ضيع صالح حسني، ما تخلوش يضيعك. ايه سبب الظهور ده؟ كتبي انا بقول على كتبي انا. سبب الظهور في سفر التثنيه اصحاح 13 في ايه كده الله بيقولها على لسان موسى كاتب السفر، بيقول: لو قام في وسطك نبي او حالم حلم واعطاك ايه او اعجوبه ولو حدثت لكي تذهب وراء آلهة أخرى وتعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو ذلك الحالم الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون. يعني يقول لو حد جه وعمل لك معجزة وحصلت قدام عينيك ونتيجتها انك هتروح لحد تاني غير إلهك تلجأ له أو تعبده، ما تسمعلوش وما تمشيش وراه، لأن ده امتحان من إلهك ويشوفك الحاجات دي هتغويك وتغريك. طيب يبقى هنا يعني جايز يكون ربنا بيمتحنكم يا قس يوسف. هل النهارده العذراء لما ظهرت خلتنا تركنا الله؟ خلتنا قلعنا الصلبان اللي على صدورنا؟ خلتنا نزلنا الصلبان اللي على الكنايس؟ خلتنا وقفنا سيبنا كنايسنا واتجهنا على عباده العذراء؟ الخطأ الوحيد انك تترك الله ولا انك تشرك بيه وتحط جنبه حد. طيب بس ما انتش حاسس قس يوسف ان الجميع يتحدث الان عن السيده يعني الحديث يصل احيانا الى منطقه التأليه والعباده، لا. وانه يعني الحديث عن الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز، لا يصل الان الى مرتبه السيده مريم. لا حضرتك لو جيت الكنيسه هتلاقي الناس واقفه بتصلي في خشوع لربنا للعذراء، وروح وسجل. نفسي تسجل في الشهر ده يا ريت تصلي، ده شهر الاستاذ وائل يجي بس حضرتك ما تجيش. مش معنى ما يشرفنيش ان انا اخش الكنيسه بتاعتك، دي واحده مش معنى اخش كنيسه اصبحت معبد اوثان. لا يا دكتور حنين، بس دكتور حنين خليني بقى اسالك السؤال المهم. اتفضل. الاهم في كل ذلك يعني، طب ايه اللي هيدفع الكنيسة او القيادات الدينية في الكنيسة الى انها يعني تحيط قضية ظهور السيدة مريم العذراء بهذه الهالة؟ ايه الهدف؟ انت حاسس ان في هدف شخصي او هناك هدف ما يتعلق بذلك؟ ايه الهدف يعني؟ اقول لحضرتك ما حاجتهم الى هذا الجدل يعني؟ الكنيسة الأرثوذكسية بتمر بمشكلة فظيعة جدا في هذه الايام، انها الان اصبحت كنيسة طاردة، كنيسة مستنزفة. أعداد كبيرة من الكنيسة الأرثوذكسية دلوقتي بتسيب الأرثوذكسية وبتلجأ للإسلام، وأعداد كبيرة بتسيب الكنيسة الأرثوذكسية وبتلجأ للكنيسة الإنجيلية. الكنيسة الأرثوذكسية بتدور على أشياء تستند عليها إن إحنا اللي صح يا جماعة، إحنا العذراء بتظهر عندنا، اللي غيرنا ما بيحصلش عندهم كده. وإبليس يهمه كده، هات الأدلة. إبليس يهمه كده عشان الناس ما تسيبش الزيف والضلال دوت وتروح للحق اللي موجود في الكنائس الإنجيلية. وإن كان أحد الكنائس الإنجيلية للأسف كنيسة قصر الدبارة للأسف شجعت هذا الظهور على لسان الراعي بتاعها، واستند على آية بطريقة خاطئة من الكتاب. الأسيس سامح أسيس الكنيسة قصر الدبارة وكتير من الإنجيليين عرضوه، كتير من الإنجيليين عرضوه استند على آية بطريقة خاطئة. أصبحنا مش القدس بس المضلين. أكمل على فكرة يوم ما كان أبونا صليب متى ساويرس بيسجل دخل معاه الدكتور رفيق جريش، وده متحدث باسم الطائفة الكاثوليكية، وقال ده ظهور لا ننفيه ولا تنفيه الكنيسة الكاثوليكية. وهو لا يمكن. الدكتور سامح موريس قال نفس الكلام، بس الأستاذ هو برضه دخلهم ضمن حتة التكفير بقى. عارفها سعادتك. أنا بتكلم وأنا بسأله عن طب إيه أهداف الكنيسة والقيادات الدينية في الكنيسة، فقال لي إنه ممكن يكون أسباب تتعلق بأنك عاوز تثبت إنك أنت الصح، إنك أنت الذي تمثل الدين الصحيح او الطائفه الاصح. يا استاذ وائل، ده احنا لو الموضوع ده هيلفت نظر الناس كنا عملناه كل يوم. ايه المانع ان احنا نعمله كل يوم يعني؟ ما كل يوم كل اسبوع نقول العذراء ظهرت في كنيسه معينه.
لكن احنا الحمد لله لا بنطلب البرامج ولا البروباجندا حقه. وحتى قداسة البابا، قداسة البابا المتحدث الوحيد باسم الكنيسة، لما سألوه يوم الأربعاء ما جاوبش إلا بكلمتين بس، والراجل اكتفى بيهم عشان ما تجيش ادعاءات واحد زي الأخ ده يقول لك أصل الكنيسة عملت وطلعت إعلانات وطلعت عشان تلفت ولا بتاع. لم يلفت في قداسته يوم الأربعاء. طيب يعني حد هيلفت الانتباه أو يشد الانتباه يا دكتور حنين بهذه القضية، يعني بمعنى إنه يعني الكنيسة لديها مشاكل داخلية، فأنت عاوز تقول لي إنها تحيط هذه القضية بهالة عشان تغطي على مشاكلها الداخلية وعشان تثبت للناس أنها الكنيسة الأصح وأنها الكنيسة التي تمثل المسيحية فعلا؟ يعني مش انا اللي بقول حد كده. يسمع في تصريحات وحضرتك قريت عنها في الجرايد في الفتره اللي فاتت، تصريحات من قيادات الكنيسه الارثوذكسيه ان احنا مستهدفين من الانجيليين وفي تمويل من الخارج وفي عمل منظم لاخذ ابناء الكنيسه الارثوذكسيه. هم نفسهم اللي اعلنوا كده، مش انا اللي بقول كده. فعايزين يقولوا لا ده احنا الصح والعداله بتيجي عندنا. اقنعني الكنيسه لاسباب تتعلق بمشاكلها الداخليه بتهتم وتحيط